رسميا إقالة تشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد. يا جماعة تحس الإدارة صار فكرها أن ما نبي نبني مشروع، نبي نفوز على طول، يعني سواء الفريق جيد الفريق سيء نبي نفوز، وكان هذا الشيء طبيعي يحصل عند كل الفرق. هم مش مستوعبين أن هالشيء غير طبيعي. يعني أنت آخر تشامبيونز ليج فزته تقريبا في كل المباريات أنت كنت الأسوأ أو كنت تفوز، لكن كان عندك لعيبة، مودريتش كروس، اثنين من أفضل اللعيبة في التاريخ. فينيسيوس قدم واحدة من أقوى المواسم في تاريخه هو شخصيا، ومن أقوى المواسم الفردية للاعب. كورتوا يعني قاعد يقدم مستويات خرافية سنة ورا سنة. ففي مجموعة أداءات فردية، 5-6 أداءات فردية قاعدة تشيلك. بس هل هذا الطبيعي في كرة القدم؟ لا، هذا مش كل مرة بيصير معك. أنت لازم تبني مشروع. لكن الإدارة خلاص وصلت لفكر إن نحن قدرنا نسوي هالشيء قبل، فراح نسويه مرة ثانية، ما راح نصبر على تشابي ألونسو. وفي كلام إن تشابي ألونسو هو اللي طلب أصلا إنه يستقيل، لأن الإدارة مش سامحة له أو مش داعمته في إنه يبني مشروع متوسط المدى أو طويل المدى. يعني ما بينتظروا عليه 2-3، هم يريدون النتائج، فقدم الاستقالة. فمدريد إلى أين؟ إلى الفرديات نفس ما نقول. هل هذا الشيء طبيعي؟ هل هذا الشيء راح ينجحك كل سنة؟ لا. هل أنت تمتلك اللاعبين حاليين في كل خط؟ مثلا تملك 2 أو 3 سوبر ستار يقدروا يشيلوا الليلة لوحدهم بدون مدرب كبير؟ لا. فالله أعلم. وهل أصلا الإدارة تخطط أنها تشتري لاعبين بتركيبة صحيحة للفريق؟ لا. مبابي موجود في السوق، يلا نجيبه. بيلينغهام موجود في السوق، نجيبه. طيب في مراكز أهم؟ لا مش مهم، المهم نجيب النجم. هل هذه الطريقة راح تثبت أنها قادرة تجيب بطولات نفس ما صار في المرة الماضية في آخر دوري أبطال؟ الله أعلم. ولكن الأقرب إلى أن هالطريقة تفشل إلا إذا كنت محظوظ جدا بأداءات خارقة من لاعبيك.